السلام عليكم. وكما قلنا لكم أن هناك إن شاء الله زيادة قريبة في آخر هذا العام بأكبر تقدير لمنحة الأمراض المزمنة والأيفاس، وستصبح أيضا 1,000,000 أو 1,500,000 مثل منحة البطالة. لأن السيد فخامة رئيس الجمهورية سيقوم برفع هذه المنح بالتدريج، ولا يستطيع أن يرفع كل المنح دفعة واحدة، فلقد بدأ بمنحة البطالة ومنح المتقاعدين، وها هو الآن إن شاء الله سيرفع لنا قريبا منحة الأمراض المزمنة أيضا. ونستمع الآن إلى كلمة السيد رئيس الجمهورية. سنستمع الآن إلى كلمة السيد فخامة رئيس الجمهورية بالتفصيل. نواصل في رفع الغبن على الموظفين بالأخص المرتبات المتوسطة والبسيطة. نزيد نرفع من الأجور، نزيد نراجع منح تاع التقاعد، ونزيد نرفع في علاوة البطالة إن شاء الله، وهذه ابتداء من جانفي. كما من الحكومة باش تنكب من اليوم على المشكل، ابتداء من جانفي فبراير 2023 نراجع المرتبات نتاع المعلمين ونتاع الشبه الطبيين، وبتفاعل مع ممثليهم باش نعاود كاع لي ستاتيو تاعهم نعاود نشوفها. في 2023 نزيد نواصل في رفع الغبن على الموظفين بالأخص المرتبات المتوسطة والبسيطة. ونتوجه بشكر كبير إلى السيد فخامة رئيس الجمهورية على هذه المبادرات الحسنة في رفع جميع المنح بالتدريج إن شاء الله. وشكر كبير أيضا إلى السادة النواب مجلس الأمة ومجلس النواب الذين طالبوا مرارا وتكرارا برفع منحة الأمراض المزمنة. هادو الناس المرضى اللي يتقاضاو 300,000، هادو الناس يا سيد الوزير راهم تصبحوا ما كاينش باب ما طرقوهاش من اجل تغيير وضعيه هؤلاء الناس. صدقني هذه امانه في رقابكم وفي رقابنا جميعا، ومن خلالك انقل هذا الانشغال للسيد الوزير الاول وحتى الى رئيس الجمهوريه من اجل النظر في هؤلاء، لانهم يعانون الامرين ب 300,000 اللي ما تكفيش الان كونسلطاسيون افيك ان ميدسان سبيسياليست. وعلى هذا هؤلاء الناس يقولوا هل البطال المتعافى اللي ياخذ 1,300,000 سنتيم او لا، ام الانسان المريض اللي يتقاضى 300,000 سنتيم؟ سيد الوزير نلتمس فيكم خيرا تاخذوا بعين الاعتبار هذه الفئه المحرومه. النقطه اللي بعدها فيما يخص العقود المنتهيه لبيد ولديارس، هادو الناس يا معالي الوزير يطلبوا. ولقد قالها أيضا السيد فخامة رئيس الجمهورية أنه لن ينسى أصحاب الأمراض المزمنة والمعوقين، وأنه سيلتفت إليهم التفاتة حسنة إن شاء الله تسرهم وتفرح قلوبهم كثيرا. في 2023 وإن شاء الله سيكون لنا نصيب وحصة جيدة
لأصحاب الأمراض المزمنة ستكون زيادة وفرج قريب إن شاء الله. ولا تنسوا الدعاء لنا